السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه رأيكم في الحجازية الاسكندراني؟ النهاردة نعملها مع بعض، اللي كل ما تطلع من الفرن ريحتها تملى البيت كله، قرمشة من بره وطراوة من جوه، والطعم بجد وهم. تابعوني خطوة بخطوة وهنعملها مع بعض بأسهل طريقة. وعلشان ما اطولش عليكم الفيديو، هنبدأ على طول بالمقادير ونقول بسم الله. ونجيب مع بعض نص كوباية لبن يعني دافي، ونحط فيه معلقة سكر ومعلقة متوسطة من الخميرة، يعني ممكن معلقة ونص صغيرين. وهنحط في بولة كوباية ونص سميد اللي هو دقيق البسبوسة، عليهم كوباية ونص دقيق عادي، وعليهم من نص لتلت كوباية سكر حسب ذوقك في السكر. هنقلب المكونات الجافة مع بعض، وهضيف عليها كوباية إلا ربع سمنة مع زيت، وممكن نستخدمها كلها سمنة. وهنضيف معلقة فانيليا، ونقلب المكونات دي مع بعض لغاية ما نغلف كل حباية من الدقيق مع البسبوسة بالسمنة بتاعتنا. يعني بمعنى أصح هنبسها زي ما بنكون بنعمل الكحك. فاكرين الكحك بتاع العيد؟ لازم الخطوة دي علشان تطلع معاكي هشة ويعني مقبولة مش مكتومة. هنبتدي نحط السوائل. ابتديت حطيت اللبن وهزود معايا مية، يعني هتاخد معايا سوائل كوباية إلا ربع. هبتدي أعجنها واحدة واحدة لغاية لما المية والسوائل كلها تتشربها العجينة. وهي واحدة واحدة، أصلا الدقيق السميد بينفش شوية، بس يقعد شوية في المية هتلاقيه نفش كده. هسيبها ترتاح لمدة نص ساعة كده، وفي الأثناء ده هكون الحشوة المميزة. معايا نص كوباية سميد ونص كوباية سكر، وعليهم معلقة كبيرة من القرفة ومعلقة صغيرة من الكاكاو، والقرفة دي حسب استقبالك، يعني ممكن توصل لمعلقتين. تمام. انا بس مش عايزاهم يبقوا يعني حبيبات كده، انا عايزه هرطبها شويه، زي بربع كوبايه ميه، نقطه نقطه، وافضل ادخل الميه في الحبيبات لغايه ما تبقى شبه الرمله زي ما انتم شايفين. هكون مقسمه العجينه على جزئين متساويين تماما، واحط دي صينيه مقاس 26، هحط فيها كيس زي ما انتم شايفين كده. انا هشيل الطبقه دي هي اللي تتحط على الوش، وهحط العجينه التانية وهفردها من غير اي ماده دهنيه موجوده في الصينية. هي فيها مادة دهنية كفاية جدا، مش هتلزق معاكي متقلقيش. احنا كده الطبقات عملناها. اول طبقة زي ما انتوا شايفين، وهتسهل عليكم جدا لما تيجوا تحطوها على الطبقة التانية. وهعمل من الطبقة اللي تحت دي حافة كده علشان الحشو يكون ما بين الطبقتين. هدخل الحشو زي ما انتوا شايفين بقى عامل زي حبيبات الرمل اهو، وبيتفرد بسهولة جدا معايا. والطبقة اللي على الحواف بتخليه تمنعه ان هو يطلع بره عشان ما يعملش زي كرملة، لانه فيه سكر وهيعمل طعم مش محبب يعني. هبتدي امسك بقى الجزء التاني بكل سهولة اهو، هنزله واحدة واحدة ينزل معاكي بسهولة جدا. وهتبتدي تقفلي من الجوانب كويس جدا. وخلاص كده احنا عملنا 70% من الحجازية. فاضل بس نقطة أخيرة، ودي اللي لازم تعمليها، ان احنا بنقطعها قبل ما تدخل الفرن، علشان هي هتكون ناشفة. اما تطلع مش هينفع تتقطع. طبعا بتقطعيها زي ما انتي تحبي، سمبوكسات، مربعات، زي ما تحبي. ممكن تعمليها كمان في صينية مربعة يعني. تمام. انا هقطعها كده السمبوكسات اللي هي معتادة. وفي شكل كمان في الحجازية اللي احنا بنعمله اسمها ايه دي، بالشوكة. انا هوريها لكم، بس المفروض تتعمل قبل ما تقطع، بس عادي انا عملتها عادي بعد ما قطعتها، لاني كنت نسيت اعمل الخطوة دي. سهلة يعني. والحجازية بتتخبز على درجة حرارة 180 لغاية لما تحمر الوش كده. وزي ما انتوا شايفين اللهم بارك، طالعة جميلة جدا جدا جدا. العجينة متساوية مع الحشو. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. متنسوش بقى اللايك والاشتراك ان شاء الله في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.